من الشتا اللي فات وانا ما بطلتش اربي فراخ. كل شهر على الله كده اروح اجيب الفراخ بتاعتي، اجيب 15 20 او 25 فرخه، واروح اجيبهم واربيهم ويطلعوا معايا زي الفل. طبعا ما عدا قصه اول فراخ اللي انتوا عارفينها اللي كلتها العرسه كلها. اول فراخ كانوا 20 فرخ، كلتهم العرسه كلهم لما عمرهم وصل 13 يوم، خلصت عليهم. وبعد كده ابتدت الدنيا تمشي معايا. وفي مرة من الفراخ جبتهم ما كبروش عن كيلو ونص، كان عندهم كوكسيديا، وكان وقتهم عدى ال 35 يوم، وكان خلاص ما عادش ينفع ان انا اعالج ولا اجيب مضاد حيوي ولا اعمل اي حاجه، فاضطريت ان انا اذبحهم كلهم. كانوا موازين كيلو ونص واتنين الا ربع، مش اكتر من كده. ودورة الفراخ دي المرة دي اللي مغلباني ومعذباني من أول يوم. طبعا بقية الشهور الحمد لله اللهم بارك الفراخ طالعة زي الفل ومفيش أي حاجة خالص. فساعات بيحصل حاجات كده بتبقى غريبة وعجيبة، هنعمل إيه؟ ما قدامناش حل غير إحنا نعالج. معانا السقوة دي النهاردة، حطيتها للفراخ بتاعتي اللي عمرها 18 يوم، شايفين صغيرين إزاي، تشوفوهم كأنهم أسبوع. السقوة دي عبارة عن زعتر وشاي. غليت معلقتين من الزعتر مع معلقتين من الشاي مع بعض على النار وانا مغطياهم لمدة 5 دقايق علشان الزيوت الطيارة اللي فيهم ما تروحش. طيب الزعتر والشاي بيعملوا ايه؟ الزعتر بيعزز المناعة ويحسن الهضم، بيكافح البكتيريا والفطريات، بيزود النشاط. كمان ممكن تقدمي الزعتر مع العلف، انا عملته مع الميه. والشاي طبعا بيعالج الاسهالات اللي موجوده. انا بعالج مع الفراخ ديت وعمال اجيب لهم وصفات وخلطات من الشرق ومن الغرب. لكن من الواضح ان البيضه اصلا بتاعه الفراخ دي او الكتاكيت دي اصلا كانت مصابه بالفيروسات وبالبكتيريا، يعني الاساس اصلا ضعيف. علشان كده الفراخ عندي ضعيفه. هم عمر دلوقتي 18 يوم، شايفين كأنهم أسبوع مش 18 يوم، صغيرين وكيشين. السهال طول الوقت يدوب بيخف يوم ويرجع لهم تاني، وأنا مش عارفة أعمل لهم إيه. طبعا طول الوقت بغير الفرشة وبدلها، أرش جير وأحط تبن. كل اللي عايزاه منكم تدعوا لي ربنا يعدي الفترة دي على خير.